كتير من الناس بتبعت لي وبتقول لي ازاي اقدر امن السوشيال ميديا اكونتس بتاعتي زي الفيسبوك وتويتر والانستا وغيره، لان انا مش هستنى ان يتعمل عليها هاك ويتسرق الاكونتات بتاعتي ويتاخد من عليه الصور والفيديوهات الخاصه بيا. طيب النهارده هنبدا ونتكلم على الانستجرام وازاي تقدر تامن اكونت الانستا الخاص بيك. يلا بينا. اولا لو انت خايف ان حد يسرق الاكونت الانستا بتاعك ويبتدي ينزل بوستات من غير ما انت تعرف او من غير اذنك، فانت لازم تفعل حاجه اسمها تو فاكتور اوثنتيكيشن، اللي بتخلي حتى لو الهاكر معاه الباسورد بتاع الاكونت الانستا بتاعك مش هيقدر برضو انه يعمل اكسس على الاكونت من غير ما يطلب منه كود تفعيل. وعلشان تفعل الخاصيه دي هتروح على البروفايل بتاعك وهتضغط هنا وبعدين اختار السيتنجز وسكيورتي وبعدين تو فاكتور اوثنتيكيشن وجيت ستارتد. هتبص تحت كده هتلاقي في حاجه اسمها التكست مسج، هتفعلها. بعد ما تفعلها هيطلب منك كود مكون من 6 ارقام بناء على رقم التليفون اللي انت كتبته وانت بتكريت الاكونت بتاع الانستا او بناء على رقم التليفون المرتبط بالفيسبوك اكونت، وهيتاكد ان هو انت وخلاص كونفيرم وخلاص كده فعلنا التو فاكتور اوثنتيكيشن. تاني خطوه هتشيك على اللوجن اكتيفيتي، برضو نفس الحكايه، هتدخل على البروفايل والسيتنج والسكيورتي، هتلاقي في حاجه اسمها اللوجن اكتيفيتي. اللوجن اكتيفيتي دي بتجيب لك الاماكن اللي انت عملت منها لوجن على الاكونت بتاعك. يعني دلوقتي وليكن انا عامل لوجن من المكان ده، لو في حد تاني او لو الاكونت بتاعي متهكر او لو حد تاني عامل لوجن على الاكونت بتاعي هيظهر لي المكان بتاعه هنا، اقدر ساعتها ان انا اعمل له لوج اوت من الاكونت ده واغير الباسورد بتاعي، وطبعا هيظهر لي مكانه فين بالظبط والموبايل اللي هو عامل منه هاك عليا. رقم 3 خلي الاكونت بتاعك برايفت، لانك لما بتحط بوست على الانستجرام اي حد ممكن يشوف الصور والفيديوهات دي. لا، ده انا عايز الفولورز بس، الناس اللي انا واثق فيهم هم اللي يشوفوا الصور والفيديوهات او الستوريز اللي انا بحطها على الانستجرام، مش الناس كلها. مش اي حد كده على الانستا ممكن يدخل على الاكونت بتاعي ويشوف الصور والفيديوهات اللي انا رافعها، فلازم اخلي الاكونت بتاعي برايفت. من السيتنجز هتروح على برايفسي وبعدين اول حاجه فوق خالص كده برايفت اكونت هنفعلها. لما تخلي الاكونت بتاعك برايفت برده هيدي لك اوبشن انك توافق على الفولورز الجداد، بمعنى ان الناس دي وبس، الناس اللي انا هوافق عليها دي وبس هي اللي تقدر تشوف البوستات بتاعتي وتقدر تشوف الصور والفيديوهات والستوريز اللي على البروفايل بتاعي. في ميزه ثانيه في الانستا عايزين نعملها ديسيبل وهي الاكتيفيتي ستاتس، واللي بتخلي الناس تعرف انك اونلاين دلوقتي او بتخلي الناس تعرف انك متواجد دلوقتي على الابلكيشن. لكن انا مش عايز حد يعرف الكلام ده، انا عايز ابقى براحتي. فهنروح على السيتنجز برضو وهنختار برايفسي وتحت كده هنلاقي في حاجه اسمها الاكتيفيتي ستاتس وهنروح ونعمل لها ديسيبل، هنلغي التفعيل بتاعها. لو في حد مضايقك او في حد بيرفع بوستات مش عاجباك ممكن تعمل فيه ريبورت او ممكن تبلغ عنه، وده ممكن من عن طريق صفحه البروفايل بتاعه او حتى من البوست اللي هو رافعه او الكومنت اللي هو عامله، او حتى لو بعت لك رساله ممكن تعمل ريبورت برضه. ولو الانستجرام شاف ان الشخص ده بيخالف القوانين هيعمل سسبند للاكونت بتاعه، وطبعا اول ما انت تعمل ريبورت في الاكونت ده الانستجرام بيعمل بلوك للاكونت ده من انه يظهر ليك او انك تشوف اي حاجه خاصه بيه، وانت اصلا ممكن تعمل بلوك لاي اكونت عن طريق البروفايل بتاعه. في حاجه تانية علشان تخفي الكومنتات او النوتيفيكيشنز اللي ممكن تجي لك من حد معين بيرفع بوستات كده عندك بدون طبعا ما تعمل له انفولو، في حاجه اسمها ريستريكت، ودي طبعا زي ما قلنا بتخفي الكومنتات وبتخفي النوتيفيكيشنز بتاعه الشخص ده انها تظهر لك وبدون ما تعمل له انت انفولو عشان ما تظهرش عنده. الخاصيه دي زي ما قلنا اسمها ريستريكت. انما الناس اللي كانت بتسال خاصيه الميوت دي بتخليك ما عدتش تشوف اي بوستات او اي ستوريز او اي كومنتات او اي حاجه خاصه بالشخص ده بدون طبعا ما تعمل له انفولو، لكن بتظهر عند الشخص ده ان انت عملت له ميوت. ده غير طبعا انك ممكن تحذف اي حد من الفولورز الموجودين عندك بكل سهوله وبساطه جدا. هتضغط على فولورز هيظهروا عندك كل الفولورز اللي عندك وبعد كده تقدر تعمل ريموف لاي حد. وكمان في عندنا كام اوبشن كده ممكن تتحكم فيهم برده، زي مثلا الكومنتات تتحكم فيهم ان هم يظهروا لحد معين، مين الاشخاص اللي ممكن يشوفوا الكومنتات بتاعتي، مين الاشخاص اللي انا اعمل لهم بلوك اللي هم ما يقدروش يعملوا كومنت على البوستات بتاعتي. في طبعا مانيوال فلتر تقدر تعمل بيها حاجات كتير جدا. في طبعا حاجه ثانيه اسمها تحتيها كده اسمها البوستس، ده بيمكننا ان احنا نتحكم في الاشخاص اللي بتعمل لنا تاجز في صور وفيديوهات معينه، مين اللي يقدر يعمل لنا التاجز دي وهل لازم اوافق عليها الاول ولا لا. الكلام ده كله ممكن تتحكم فيه عن طريق الاوبشن ده. طيب الاوبشن اللي بعده المنشنز، مين اللي يقدر يعمل لي منشن، everyone ولا الناس اللي عاملين لي فولو ولا محدش يعمل لي منشن. الحاجه دي ممكن اتحكم فيها برده عن طريق الاوبشن ده. في تحتيه كمان اوبشن الستوري، لو انا عايز اخفي الستوري بتاعتي انها تظهر لناس معينه، والريبلايز بتاعتي ولو انا بعمل سيف انها تتسيف على الجاليري بتاعتي. طبعا اوبشنز كتيره جدا بيقدمها لنا ابلكيشن الانستجرام، لكن زي ما قلنا علشان نعمل اكونت انستجرام لازم نعمل اول 4 خطوات احنا قلنا عليهم. اول خطوه كانت التو فاكتور اوثنتيكيشن كان لازم نفعلها. ثاني خطوه احنا قلنا هنشيك على اللوجن اكتيفيتي علشان تعرف مين اللي عامل دلوقتي لوجن على الاكونت بتاعك وتقدر تعمله لوج اوت. ثالث خطوه
هتخلي الاكونت بتاعك برايفت، وطبعا قلنا مميزات انك تعمل كده. رابع خطوه وهي انك هتعمل ديسيبل للاكتيفيتي ستيتس علشان ما يظهرش قدام الناس انك اونلاين في الوقت الحالي. ودول كانوا اهم 4 خطوات لازم تعملهم علشان تامن بيهم الاكونت الانستا بتاعك. طبعا خد بالك احنا قلنا كل ده من غير ما نقول اهم حاجه، وهي انك ممكن تغيرها كل فتره لو انت شكيت ان في هاك معمول عليك، وهي طبعا انك هتغير الباسورد بتاعك وتخليه باسورد قوي شويه. زي ما قلنا طبعا بيتكون من رموز وارقام وحروف كابيتال وسمول. في النهايه لو عندك اي سؤال اكتبه في الكومنتات، ولو لسه ما اشتركتش في القناه انزل اشترك واعمل لايك للفيديو، واستنى الفيديوهات الجايه لاننا هنشرح فيها السوشيال ميديا اكونتس الثانيه زي الفيسبوك وتويتر وغيره، عشان اعرفك ازاي تقدر تامنه كفايه. واشوفك الحلقه الجايه. سلام.